معايا 800 900 الف وعايز اركب عربيه سيدان جديده، ترشح لي ايه يا فراج؟ موجود يا سيدي 5 عربيات تختار بينهم بالفلوس اللي معاك، انهي انسب ليك؟ كمل الفيديو للاخر وهتعرف. الاكسنت ار بي مناسبه ليك لو انت بتدور على عربيه تشغلها، قطع غيار موجوده استيراد وجديد، وعربيه منتشره جاهزه تشتغل وتشقى. ولكن لو انت بتدور على اعلى خامات تجهيزات اوبشن فدي مش عربيته. ام جي 5 سعرها 800 الف و900 الف، ودي تشتريها لو عايز اوبشن وامان كويسين جدا. عربيه صيني ولكن اثبتت نفسها عندنا وبقى ليها سوق في اعاده البيع، بقى لها 5 سنين في السوق المصري. بس خد بالك العربيه دي نزل منها شكل جديد واحلى كتير من اللي موجود دلوقتي، وكمان العربيه هتتجمع محلي قريب، فانت لو هتشتريها دلوقتي هترتضي بالشكل القديم اللي متعارف عليه المنتشر. جيلي ايميجراند عربيه جديده شكل جديد، هتقدم لك مستوى كويس قوي من الخامات والتجهيزات، وفتيسها كمان اوتوماتيك، دي ميزه كويسه قوي تميز العربيه، ولكن مش هتلحق منها غير اول فئه بس اللي ب 839 الف، لان اعلى فئه معديه 900، فمش هتاخد كل الاوبشن بالفلوس اللي معاك. باي كيو 5 بلس، والميزه هنا انك هتاخد كل الخامات والتجهيزات والاوبشن بالفلوس اللي معاك، لان اعلى فئه منها سعرها 855 الف، فهي تعتبر صفقه حلوه. لو عايز بقى تخرج بره الصيني فعندك النيسان سنترا ب 900 الف، عربيه واسعه عائليه مساحتها حلوه قوي، ولكنها عربيه عجوزه، وكمان الفتيس السي في تي بتاعها محتاج معامله خاصه جدا. حد هيقول لي فين الاي دي؟ هي منافس معاهم وعمليه وقطع غيار واعاده بيع وكل حاجه، ولكن السعر بتاعها اعلى من البادجت اللي هنا. واخيرا اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين فيديو زي ده للعربيات الكروس اوفر الاس يو في تحت المليون. سلام.